اللي في الصورة قدامنا ده اسمه محمد، شاب في عز شبابه، ملامحه بتبين ان هو شخص جاد جدا، لكن ورا الملامح دي في حكاية طويلة. محمد كان عايش في قلبه سر خاف يواجه بيه نفسه ويواجه بيه الناس، فقرر يبني حياته على كذبة، والكذبة دي كانت زي كرة التلج اللي كبرت لحد ما دمرت كل حاجة حواليه. لو ركزت في عينيه هتلاقي لمعة خوف كبيرة قوي، وكأن العالم كله ضده، أو كأنه مستني اللحظة اللي الحقيقة فيها تنكشف وتنهي كل الستر اللي كان عايش فيه محمد. محمد من الناس اللي مش بتحب تعيش مرتاح، دايما بيدور على وجع القلب ويخش جواه برجليه. النهاردة هنعرف ازاي السر ده خلاه يدفع الثمن غالي قوي. وعشان تعرف أصل الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة، حابب أفكرك إن عرض حلقات برنامج القصة من الأول بيكون كل يوم حد وخميس الساعة 10 بالليل. يلا بينا نبدأ قصتنا. حكايتنا بدأت من 4 سنين فاتوا، وتحديدا في سنة 2012 في مدينة الزقازيق. محمد كان شاب في بداية حياته، شغال عامل وإيديه تتلف في حرير. أي مكان كان بيخشه كانوا بيقولوا عليه شاطر جدا، وبيشهدوا بشطارته وإخلاصه في الشغل. لكن على المستوى الشخصي محمد كان تركيبة صعبة جدا. علاقته بأهله كانت ضعيفة، والسبب هو إنه عصبي قوي وبيشك بشكل غير طبيعي في أي حد. محمد كان عنده مشكلة حقيقية في الثقة، ما كانش بيثق في حد، ومستحيل يصدق كلمة بتتقال قدامه مهما كانت طبيعية. لازم يحلل ويدور ويشك في نوايا اللي قدامه، وده خلى كل اللي حواليه يفضلوا إن علاقتهم بيه تكون من على الوش وبس، تجنبا بقى للمشاكل ودوشة الدماغ اللي مش بتخلص معاه. وحتى في لقمة عيشه طبعه ده كان مغلبه. رغم شطارته ما كانش بيستقر في ورشة أو مصنع مدة طويلة، دايما بتحصل خناقة مع زميل ليه أو سوء تفاهم مع صاحب الشغل عشان الشكوك بتاعته، فبيقرر يسيب المكان ويمشي يدور على غيره. وبالشكل ده حياته فضلت دوامة من عدم الاستقرار. في وسط الظروف دي وفي نفس سنة 2012 محمد عينه وقعت على بنت اسمها أماني، بنت ملامحها هادية وجميلة جدا، ومن أول نظرة قرر إنها لازم تكون من نصيبه. فضل يخطط ويدبر لحد ما قدر يتقدم لها ويطلب ايدها، وفي خلال كام شهر كان مأجر شقة ومجهزها بكل حاجة. ما كانش عايز يحرمها من حاجة عشان يثبت لنفسه وللناس انه قادر يفتح بيت ويكون أسرة مستقرة. وفعلا على أواخر السنة محمد وأماني اتجوزوا، لكن الفرحة اللي كانت مرسومة على الوشوش كانت مجرد قشرة خارجية، والواقع جوه البيت كان مختلف تماما. أماني لقت نفسها فجأة كده متجوزة بني آدم غامض، عنده خليط غريب ما بين عدم الثقة في النفس والشك القاتل في كل تصرف هي بتعمله. الخلافات ما كانتش بتهدى، وأماني وصلت لمرحلة من اليأس لأنها مش عارفة تتأقلم مع الطباع الصعبة دي، وحست أنها تسرعت في الجوازة ديت. كل تفكيرها في أول سنة جواز كان محصور في حاجة واحدة بس: إزاي تتطلق منه وتخلص من العيشة السودة دي بأقل الخسائر. وكانت بتسابق الزمن عشان تتطلق قبل ما يحصل حمل أو يكون في أطفال يربطوها طبعا بمحمد طول العمر، لأنها كانت حاسة من جواها إنه مخبي حاجة كبيرة عنها، سر مخليه دايما مش متزن. وبالفعل بعد سنة واحدة بس تم الطلاق، وأماني سابت له الشقة واختفت من حياته تماما. بعد ما أماني اتطلقت ومشيت، محمد دخل في حالة بقى من الانعزال، وقرر إنه مستحيل يتجوز تاني. وكان مقتنع إن أماني كانت بتبصله بنظرة دونية وشايفة نفسها أحسن منه، رغم إن الست ما شافتش منه يوم حلو. في الوقت ده ما كانش في حد قريب منه غير صاحبه مصطفى اللي يعرفه من سنين وعارف أصله وفصله. مصطفى كان بيحاول بكل الطرق إنه يكون صريح معاه ويقول له: يا محمد، الشك ده مرض وهيوديك في داهية، انت محتاج تغير نفسك قبل ما تظلم حد تاني زي ما ظلمت أماني. بس محمد زي ما يكون مغمض عينيه ومش بيسمع لكلام حد، بيسمع بس لصوت دماغه، وكان بيعترض على كل نصيحة بيديها له صديقه المخلص مصطفى. محمد كان شايف ان أماني هي اللي خسرته مش العكس. وفضل محمد سنتين على الحال ده، شايل ذكرى أماني في قلبه وبيدور على أي ست فيها ريحة من أماني، لحد ما جت سنة 2015. وفي السنة دي كانت هي بداية النهاية الحقيقية لمحمد. محمد كان ماشي في الشارع في يوم عادي، وفي اليوم ده شاف واحدة نسخة من أماني، نفس الطول ونفس الشكل. وقفت وبصت له وضحكت له وخلت قلبه يدق من جديد، وعرف
إن اسمها صفاء وشغالة في محل كوافير قريب منه، وأصلها من محافظة المنوفية ومستقرة في الزقازيق عشان لقمة العيش بتاعتها. صفاء كانت شخصية جريئة جدا، ومن أول قعدة فتحت معاه كلام وقالت له إنها تعبت من الشقة وعايزة تتجوز وترتاح، ووعدته إنها هتنسيه أماني وتعيشه ملك في بيته، لأنه حكى لها عن كل تفاصيل عشته قبل كده. محمد من كتر ما كان نفسه في واحدة زي أماني أو شبه أماني وافق فورا إنه يتجوز صفاء، وقرر إن الجوازة تتم في أسرع وقت. أما حكى لمصطفى صاحب عمره الموضوع ده، مصطفى اتصدم وقال له ازاي تتجوز واحدة متعرفش عنها حاجة ولا حتى رحت شفت اهلها في المنوفية؟ صفاء كانت بتقنعه انه مش لازم يروح دلوقتي المنوفية، وان المهم هي اللي توافق مش اهلها. محمد كالعادة رمى كلام صاحبه مصطفى ورا ظهره واتجوز صفاء من غير ما يشوف اهلها، وعاش معاها اول كام شهر في عسل ما كانش يتخيله، واتفق معاها انها تسيب الشغل وتقعد في البيت معززة مكرمة وهيعمل لها كل حاجة نفسها فيها. صفاء وافقت تقعد في البيت، لكنها طلبت من محمد طلب ذكي قوي. قالت له انها عندها زباين كتير من الكوافير وممكن تروح لهم بيتهم في الوقت اللي هي فاضيه فيه كنوع من التسليه، وفي نفس الوقت تساعد محمد في مصاريف البيت. هنا محمد وافق بحسن نيه، وبدات صفاء يا باشا تدخل وتخرج من غير مواعيد، مره الصبح ومرة بالليل. ومحمد بدأ يلاحظ إن الجيران في المنطقة بيبصوا له نظرات مش مظبوطة، وفي منهم بيبصوا له ويضحكوا في سرهم، وناس تانية بتبصوا له بنظرات فيها شفقة، وما كانش فاهم السبب ايه. وفي التوقيت ده مصطفى صاحبه رجع يحذره تاني وقال له خد بالك يا محمد من بيتك، انا قلبي مش مستريح لصفاء دي. وهنا محمد بدأ يربط كلام مصطفى ونظرات الناس والجيران اللي حواليه، بس ما كانش عايز مخه يشتغل كتير عشان ما يبدأش يشك، لانه كان مقتنع ان شكه هو اللي ضيع منه اماني قبل كده، فمش عايز يشك تاني ويكرر نفس الغلطة ويخسر صفاء اللي هي شبه اماني. ومحمد فضل حاطط في مخه ان صفاء هي الملاك اللي في البيت، لحد ما في يوم صفاء طلبت منه فجأة ان هم يسيبوا الزقازيق ويروحوا يعيشوا وسط اهلها في المنوفية. محمد سمع كلامها وقال لها يلا بينا. اما راحوا هناك محمد اتصدم، لان اهلها ما قابلهم طلبوا منه يمضي على كمبيالات ب300,000 جنيه. قال ايه؟ عشان يضمنوا حق بنتهم. الله، لما الراجل متجوزها بقاله كام شهر جاي النهارده تطلب مني كمبيالات؟ محمد طبعا رفض الكلام ده وقال لمراته تعالي بقى نسيب المنوفية مش هنقعد فيها، وقرر يسكن في بهتيم، ودي جنب شبرا الخيمة عشان يبعد عن الكل. وهناك بدأت خيوط الحكاية تتنيل أكتر وأكتر. بعد 3 شهور من السكن في شبرا الخيمة وبعد 10 شهور إجمالا من الجواز، محمد رجع البيت لقى صفاء مستنياه وهي بتضحك ومبتسمة وبتقول له أنا عندي ليك مفاجأة العمر، أنا يا محمد حامل في الشهر الرابع. محمد في اللحظة دي حس ان الارض بتلف بيه والدنيا اسودت في وشه وركبه مش شايلاه. السر اللي كان مخبيه عن اماني وعن صفاء وعن العالم كله انفجر في وشه زي القنبله. محمد عقيم وما بيخلفش، والكلام ده نتيجه تحاليل كتيره عملها في مراكز مختلفه ومعاه اوراق طبيه مأكده الكلام ده. محمد في اللحظه دي ما كانش شايف قدامه، الدنيا كانت بتلف بيه، وصوت صفاء وهي بتقول له انا حامل كان بيرن في ودانه زي صفارة انذار مرعبة. هو عارف الحقيقة اللي هو مخبيها عن الدنيا كلها، وعارف ان هو مستحيل يخلف، وكلمة صفاء دي نزلت على قلبه زي السكينة التلمة، ملامحه اتغيرت 180 درجة. وبدل الفرحة اللي صفاء كانت مستنية تشوفها في وشه، محمد اتحول لوحش كاسر وعينيه بتطلع شرار. محمد مسك صفاء من ايديها بقوة لدرجة انها صرخت وزقها على كرسي قدامه وهو بينهج من كتر الغل اللي جواه، وبدأ يسألها بصوت عالي ومرعب انت قلتي ايه؟ حامل في الشهر الرابع؟ طب ازاي وفين وامتى؟ صفاء في البداية كانت فاكرة ان دي صدمة الفرحة، فبدأت تضحك وتقول له ده رزق يا محمد ربنا بعته لينا. وهنا محمد قال لها يا صفاء انا مخبي عنك سر كبير، انا ما بخلفش، اللي في بطنك ده ابن مين؟ قالت له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت بتصدق كلام الدكاترة؟ ممكن الدكاترة يقولوا كلام فاضي. الكلام ده خلى محمد يتجنن، لانه كان لسه من قيمة اسبوعين عمل تحليل في مستشفى متخصصة نفسه يخلف، وكل النتائج اكدت له النتائج القديمة ان هو مستحيل يخلف. هنا محمد بدأ يربط كل حاجة في دماغه، المكالمات اللي كانت بتيجي لصفاء قدامه وبتقفل السكة عشان ما يسمعش، خروجها عمال على بطال،
صبح وليل بحجة زباين شغل الكوافير ونظرات الناس والجيران اللي كانوا بيبصوا له ويضحكوا من تحت لتحت. وهنا محمد فهم الموضوع وعرف صفاء عملت ايه كويس وكانت بتخونه ازاي. محمد جاب حبل وربط صفاء في الكرسي وهي بتصوت وبتصرخ، لكن هو ما كانش بيسمع لها، كان سامع حاجة واحدة بس، صوت كرامته اللي اتهانت وصوت السر اللي بنى عليه حياته انه مش بيخلف. وقعد يضرب فيها بكل قوته وهو بيطلب منها تقول له الحقيقة. انطقي قولي لي اللي ببطنك ده ابن مين؟ انا لسه عامل تحاليل من اسبوع واكدت ان انا ما بخلفش. صفاء فضلت مصممة على كذبتها وفضلت تحلف له ب100 يمين ان ده ابنه، وان الدكاترة والمعامل دول يا باشا كلام فاضي بيطلعوا كلام ملوش لازمة، ربنا اراد ان احنا يبقى عندنا عيل. هي طبعا مصرة على كلامها لانها ما عندهاش سكة تانية انه ممكن يعمل فيها حاجة. الاصرار بتاع صفاء ده خلى محمد يتحول لبني ادم تاني خالص، ما بقاش شايف قدامه غير منظر اسود بيحضر له، والشيطان في دماغه بيوسوس له انه لازم يغسل عاره. محمد فضل يضرب في صفاء لحد ما تعب، والغل اللي جواه ما برتش، بالعكس ده زاد لما لقاها بتبصله بتحدي وكأنها بتستهزأ بيه. وفي لحظة محمد جاب حبل تاني ولف حوالين رقبتها بكل قسوة وبدأ يضغط ويشد وهو بيفتكر كل لحظة شك وكل نظرة شافها في عينين الناس والجيران. صفاء بدأت ترفص برجليها وتحاول تتنفس، لكن محمد كان ضاغط بكل قوته، كان بيخنق فيها الخيانة والكذب ووجع القلب اللي عاشه سنين. واستمر الوضع ده كام دقيقة لحد ما صفاء سكتت وفرقت الحياة. محمد وقف قدامها وهو بينهج، ما كانش مصدق انه فعلا خلص عليها، لكن في نفس الوقت كان حاسس براحة نفسية كأن هم تقيل انزاح من على صدره. وبعد ما اتأكد انه خلص عليها ساب الحبل من ايده وقعد جنبها على الارض يفكر هيعمل ايه. فكر في البداية ان هو يقطعها حتت ويحطها في شويلة ويتخلص منها، لكن فجأة صورة ابوه وامه جم قدام عينيه وافتكر صاحبه مصطفى اللي كان دايما بيخاف عليه. وهنا قرر في لحظة انه مش هيكمل في طريق الهروب من اللي عمله، وقرر يواجه قدره للنهاية. محمد مسك تليفونه وايده كانت بتترعش واتصل بمصطفى صاحب عمره. واول ما مصطفى رد عليه محمد قال له يا مصطفى انا خلصت على صفاء. وهنا مصطفى ما كانش مصدق ودانه وقعد يصرخ فيه ويقول له انت بتقول ايه يا محمد؟ انت جرى لعقلك حاجة؟ محمد كمل كلامه وقال له بالله عليك يا مصطفى خد بالك من ابويا وامي، هم ما لهمش ذنب في اللي حصل، انا دلوقتي قررت اواجه مصيري وما تخليش حد يزعل مني. محمد اتصل برجال الامن وبلغهم باللي حصل، وفعلا اتحركت قوة امنية بسرعة على مكان الشقة في بهاتيم. ولما وصلوا كان محمد واقف بره الشقة مستنيهم. رجال الامن دخلوا الشقة ولقوا صفاء مرمية ومتغطية واثار الخنق واضحة على رقبتها، وعرف ان هم قدام جريمة دفاع عن الشرف زي اللي وصفها محمد بالظبط في اعترافاته. رجال الشرطة قبضوا على محمد وترحل للنيابة، وهناك قدم كل الورق اللي بيثبت ان هو عقيم، وحكى حكايته من سنة 2012 لحد اللحظة اللي احنا فيها. والطب الشرعي عاين الجثمان واكد فعلا ان صفاء كانت حامل، ودي كانت الصدمة الكبيرة ان فيه روحين أزهقوا. والتحقيقات استمرت والكل كان مستغرب من برود محمد وهو بيحكي التفاصيل. كان بيقول أنا عملت كده عشان أرتاح وأريحها من كدبها. الجريمة دي هزت المنطقة كلها، والناس بدأت تتكلم عن محمد الشكاك وإزاي شكه في المرة الأولى خلاه يقع في الفخ، وفي المرة التانية خلص على صفاء واللي في بطنها. وبغض النظر عن أي مبررات محمد دلوقتي بيواجه القانون ومستني حكم القصاص اللي هينهي فصول الرواية المأساوية دي. الحكاية بتاعت محمد دي حكاية صعبة جدا. محمد ضيع نفسه وضيع مستقبله عشان خاف يواجه الناس بحقيقته من البداية. الجواز أمانة والنسب مش لعبة، لازم تسأل على اللي هتتجوزها سؤال دقيق جدا، لأنك بمجرد ما تتجوز خلاص مفيش حاجة اسمها سيب الجواز. اللي حصل مع محمد ده درس للناس كلها، لازم تسأل كويس على الزوجة، ولو انت هتتجوزي واحد لازم برضو تسألي عليه كويس جدا، لأن الجواز مش لعبة، ده أهم قرار في حياة أي راجل وأي بنت. اوعوا تظلموا نفسكم وتظلم بعد كده عيلتك. محمد في قصتنا عمل حساب لكلام الناس وخاف يقولوا عليه شكاك، فدفع الثمن غالي من عمره ومن حريته. سؤال حضراتكم، في وجهة نظركم هل محمد ضحية لظروفه والسر اللي خاف منه طول عمره، ولا هو مجرم ملوش عذر؟ بستنى اشوف رأيكم في التعليقات. حلقتنا كده خلصت النهارده، واشوفكم ان شاء الله على الحلقة القادمة. سلام.